من إحدى مهام الدكتور إنه لازم يطمن العيان، بس من غير ما أخدعك. كتير جدا بتجيلي أشعات على الواتساب وعلى الفيسبوك تقريبا بشكل يومي، مش عايز أقول عشرات الرسائل اللي بتجيلي: يا دكتور الأشعة بصلنا عليها وقول لنا العلاج اللي ناخده إيه. أشعة فيها غضاريف في الظهر ونقول للعيان خد كونفنتين، واحد من ضمن أشهر الأدوية اللي بتتكتب لعلاج مشاكل الأعصاب، كونفنتين 600 جرعة كبيرة، كبسولة في اليوم بعد العشاء، اكس ار اللي هو ممتد المفعول. ونديك حاجة مسكنة زي ديكلاك أو الديكلو برو 150 قرص بعد الفطار، ونزود معاها حقن الأعصاب المشهورة زي الديبوفيت حقنة كل 3 أيام، ونزود معاها بسط للعضلات زي دانتي ريلاكس كومباوند كبسولة بعد العشاء أو مالتي ريلاكس قرص بعد العشاء. دي كده روشتة تقريبا بنكتبها كل يوم في العيادة. لكن الروشتة دي لو انت خدتها ومرتحتش عليها هبقى انا اللي دكتور غلطان، ان انا اديتك علاج من غير ما افحصك، ان انا معرفش هل هي المشكلة فعلا اللي مضايقاك هي اللي باينة في الاشعة، ولا انت مشكلتك حاجة تانية خالص ملهاش دعوة بالاشعة. وده كتير جدا بنشوفه في العيادة. طب انت لو ما تحسنتش هيبقى الحل البديل ايه؟ الحقن. طب انا احقن عيان ما شفتوش؟ طيب ولا العملية؟ الموضوع معقد جدا، كل عيان بنفصل له العلاج بتاعه. الروشتة اللي انا قلتها في الاول دي سهل جدا انك تجيبها من الصيدلية، واقول لك على حاجة سهل جدا انك تسأل عليها الصيدلي اصلا من غير ما تكشف مع دكتور ومن غير ما تكلف نفسك وتبعت اشعة. من احدى مهام الدكتور انه لازم يطمن العيان، بس من غير ما اخدعك. يعني لازم اطمنك بناء على حاجات ادله ممسوكه في ايدي. اهم الادله دي هو الفحص الطبي، فالفحص الطبي في العياده هو اهم حاجه. عشان كده في كتير من الحالات بنضطر نرد على العيانين ان انا ما بردش على اشعه من غير ما اعمل الفحص الطبي للعيان بنفسي. يعني ايه؟ يعني ما تبعتليش تقول لي انا رحت للدكتور واتنين وتلاته وقالوا لي ان انت عندك انزلاق غضروفي. الدكاترة دي على راسي، ولو هم أكبر مني في السن فهم أساتذتي وإخواتنا الكبار، ولو هم قدي أو أصغر مني فهم زمايلنا. أنت جاي لدكتور عصام بتاخد رأي دكتور عصام على مسؤولية دكتور عصام. لو أنا قلت لك حاجة غلط أنا اللي هتحاسب عليها. والحساب هنا بالمناسبة مش مقصود بيه الحساب القانوني بس، لا، هو الحساب النفسي والمهني والأخلاقي في المقام الأول. أنا ليه أقول لك حاجة غلط تأذيك؟ أنا لو أختي أو والدي مش هعمل معاك كده، طب ليه أعمل معاك أنت كده؟ فإذا الخلاصة من الفيديو ده، الفيديوهات والسوشيال ميديا هي وسيلة إن احنا نقرب المعلومة، نوصل معلومة للعيان، زيادة الوعي الطبي. ممكن نقول عليها عمل ينتفع به، ممكن نقول عليها جزء دعائي، لكن ما نقدرش خالص نشخص ونعالج على الفيديوهات، ما نقدرش نشخص ونعالج على السوشيال ميديا والواتساب ونبعت الأشعة. مش لان العلاج كتابته صعبة، ما انا قلت في اول الفيديو روشتة اغلب دكاترة العمود الفقري بنكتبها كل يوم في العيادة، بس مش صعبة الروشتة. لكن الصعب هو تأنيب الضمير ان في عيان هياخد علاج الله اعلم هيستفيد بيه ولا لا، والعلاج ده يساوي فلوس ويساوي ادوية لها مضاعفات، والعيان ما يستفيدش بيها. طب وليه؟ مقابل ايه؟ طيب فعشان كده دايما بنقول للعيان الفحص الطبي هو الاهم. الفحص الطبي في العيادة هو اللي بناخد عليه القرار، وهو اللي بنحدد فيه رحلة العلاج. يعني اذا كان العيان هيبدأ من الاول بعلاج ولو ما تحسنش يبقى وراه الحقن، ما تحسنش يبقى وراه العملية او على طول العملية او الحقن من الاول، او ان العيان مش محتاج غير مجرد ادوية بس ويبقى كويس، او العيان عنده مشكلة تانية اصلا ملهاش دعوة باللي في الاشعة. كل التفاصيل دي احنا بنحددها في العيادة بناء على الفحص الطبي، ما بنحددهاش لا على الواتساب ولا على الرسائل ولا بالأشعة فقط. أرجو إن أنتم ما تزعلوش مني وتفهموا إن ده بس محبة فيكم، بفهمكم ليه كتير من العيانين برد عليهم بقول لهم لازم الفحص الطبي في العيادة، ما أقدرش أقول رأيي في حالتك بناء على الأشعة بس أو على الرسالة بس. وفي الختام كالعادة رسالتنا اللي بنحاول ننشرها: افتكروا دايما إن الأمل موجود. سلام عليكم.